السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعيني أحبائي. اليوم جيتكم أسوي كيكة بمناسبة نجاح بنتي. مكوناتها هي 4 بيضات وضايفة لهم رشة ملح. طبعا هاي الطاسة نخلط بها المكونات الجافة وفرغتها. أهم شي ما يكون بيها مي حتى لا تصير الكيكة زفرة. هاي هنا عندنا كوبين طحين، وخليت ربع كوب كاكاو وربع كوب نشا نخلطهم. الأفضل إنه تنخلون المكونات الجافة. وهنا أنا عندي ظرف فانيلا وظرف بيكنج باودر مع نكهة برتقال وملعقة خل صغيرة خل أبيض. وهنا أنا عندي نصف كوب زيت، وعندي أيضا كوب حليب. تلاحظون أن دا أستعمل الأكواب المعيارية. وعندي أيضا مع كوب وربع سكر. نبدأ هنا نخفق بالبيض. أول ما نخفق البيض مع رشة الملح نخفق ونضيف له السكر بالتدريج، ربع كوب ربع كوب. ما صورت أنا هسه آخر شي. أنا راح أضيف هنا ربع كوب السكر، هذا آخر ربع، يعني كوب وربع صار عندي سكر. نخفق بيه أقل شي 5 دقائق البيض مع السكر إلى أن يكون الخليط مالته أبيض كريمي. هسه تشوفوا هيجي عاد أسوي هاي الحركة. تضيف هسه الزيت نخلطه شوية مجرد يتجانس، واضيف كوب الحليب. الحليب يكون دافي والمكونات كلها تكون دافية لان هاي مو كيكة محسن. هنا ضفت الفانيلا، وهنا عندي نكهة البرتقال، قليل من نكهة البرتقال لان هاي تكون مركزات النكهات حتى لا تصير عندنا طعم مرورة. وهنا ابدي اضيف الطحين بالتدريج. ما راح اظل اخفقه هواية بالخفاق الكهربائية، ما اريد الخليط عندي يهبط. هنا أنا راح ابدي هنا بالخفاقة اليدوية، أضيفه على دفعات الطحين مثل ما شفتوا، وأخفق أحاول من أسفل إلى أعلى إلى أن ينتهي عندي الطحين، وأتأكد أنه ما بيه تكتلات. وهنا نضيف آخر شيء البيكنج باودر. نكون إحنا محضرين الفرن والقالب محضريهم اثنينهم. صار قوامه هيجي. نخليه هسه بالقالب. هذا القالب عندي قياس 20 ب30. خليت له زيت وطحين. نخليه بالفرن يكون محمي مسبقا. كيكة الكاكاو أو الشوكولا ما تحب تتأخر هواي بالفرن، تصير يابسة. هنا نضرب القالب مرتين وثلاثة ونطلع الهواء، نخليه بالفرن ونرجع لكم. هسه شوفوها ما شاء الله كلش هشة. مجرد عندي الأطراف شوية تيبست. هاي عندي الكريمة ناعمة صارت. ضفت كوب ونص من الكريمة. استعملت هنا كريمة الفود باك، وكوب وربع مي بارد. خفقتهم 5 دقائق أقل شي. هسه هنا حضرنا هاي. لازم نسوي هاي الحركة بالسباتولا حتى نطلع الفقاعات ولا تفقع عندنا الكريمة. هنا عندي هنا شراب التسقية، عبارة عن قهوة سريعة الذوبان مع حليب وسكر. نسقي كيكتنا كل زين. قصيتها أنا ردتها بشكل مربع. هو قالب شفتوه انتم مستطيل، فأنا سويتها مربع. سويتها 3 طبقات. خلينا الكريمة هنا نبدي نفردها على الكيكة مالتنا. طبعا هاي الكيكة كلها صارت بنفس اليوم، شوي وقص وتحشية وتزيين. الكيكة كل ما تكون قبل يوم محضرينها أحسن، كل ما تكون باردة كل ما تكون أحسن. خليت هاي الحشوة هاي أنا سويتها. هاي حشوة الكاكاو. أضيف الطبقة الثانية. هاي الطبقة اللي سويتها نصفين هاي أسويها بالوسط، أخليها. هنا عندي شوية مكسورة، ألزقها هنا شوية. أحاول بالكريمة أثبتها عادي. نضيف النصف الثاني، نعدلهم شوي، نضغط عليهم حتى ما تنفتح بسرعة من القصة. نشربهم زين، كل زين نشربهم. طبعا الكيكة صارت يعني شلون الاسفنجية ما شاء الله.
أعزائي أحبائي المتابعين، أتمنى من عندكم الاشتراك بقناتي والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الاشتراك والجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد. ولو أني كسولة بس ما يخالف، تحملوني شوية، أريد تشجيع من عندكم. طبعا هنا أنا دا أشتغل وبنتي ما شاء الله، يعني أنا عادة من عندي كيكة أشتغلها من الصبح، يكون ماكو أحد موجود يمي قاعد، على هدوء أشتغله، خصوصا التزيين عندي، التحشاء والتزيين لازم بهدوء. طلت تعطيني اقتراحات، سوي هيج سوي هيج، أريده هيج أريده هيج. هاي سويت الطبقة الثانية، ونخلي الطبقة الثالثة والأخيرة. دائما الطبقة الفوق نختار الطبقة العدلة المستوية حتى تجيني عدلة. احنا حتى لو تصير طالعة منا نعدلها، كله يضيع بالكريمة وبالصقل. هاي هنا عندي صقل أولي، نضيع الفتات مالته، خليها شوية بالمجمدة، أقل شي فد نص ساعة حتى من أرجع أزينها. الكفر الثاني تسهل عليها. هسه هاي الكفر الثاني هنا سويتها، اختارتها بهاللون. عندي الألوان الباودر، عندي أحمر وأصفر، خلطتهم وسويتهم. هسه هاي شفتوا خليت هذا الستيكر عليها. هاي عندي أني كاكاو، هذا مبروش أني بارشته، هذا الكاكاو اللي بيكون البلوك. هنا كملتها مثل ما تشوفون. أتمنى تكون تعجبكم. طبعا على السريع ومستعجلة، كلها بنفس اليوم سويتها، بس طعمها صار كلش طيب ولذيذ. هسه هاي هنا شوية عندي خربت بالكتابة. هسه نشوفكم الطبقات مالتها، ما شاء الله كلش طيبة صارت. أتمنى تعجبكم. مع ألف سلامة، دمتم بأمان الله.